توأم رونالدو يخطف الأضواء في السعودية، تفاصيل مثيرة عن حراس الدون الشخصيين. فقد خطف التوأم البرتغالي سيرجيو وخورخي راماريلو الأضواء بعد ظهورهما اللافت صحبة النجم الجديد لنادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو في الرياض. والتوأم هما الحراس الشخصيون لرونالدو، يرافقانه في كل تحركاته، خدم كجنود في وحدة النخبة من القوات الخاصة البرتغالية في أفغانستان، وانضم لاحقا إلى الشرطة البرتغالية قبل أن يتخصص في حماية السياسيين والقضاة في البرتغال. لذلك تعاقد معهما رونالدو لاحقا في عام 2021. وقالت صحيفة فلاش البرتغالية إن التوأم طلب إجازة غير مدفوعة الأجر من الشرطة لتكريس أنفسهما لحماية رونالدو وعائلته. وأشارت التقارير إلى أن رونالدو كان يخصص راتبا قدره 1.5 مليون دولار سنويا لحارسه الشخصي السابق نونو، وهو المبلغ الذي من المتوقع أن يتقاضاه كل من الشقيقين التوأم راماليرو. ويتميز التوأم البرتغالي بوسامتهم، وهو ما لاحظه متابع رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أناقتهما الواضحة في جميع اللقطات. ويظهر التوأمان راماليرو في معظم اللقطات التي يظهر بها النجم البرتغالي خارج الملعب، حين يتجول في الشوارع أو أثناء سفره مع عائلته، حيث تتمثل مهمتهما في مرافقته أينما ذهب.